إلى شأن الفلاحي الآن تشهد أسعار البطاطا ارتفاعا جنونيا عبر أسواق ولاية الوطن العينة من عين بسام غرب ولاية البويرة باعتبارها من أهم المناطق في إنتاج هذه المادة على المستوى الوطني. خالد شدار وهشام بشكيت والتفاصيل. في ظل الارتفاع الجنوني الذي تشهده معظم أسواق الوطن في مادة إنتاج البطاطا، توجهنا إلى إحدى المزارع الواقعة بعين بسام غرب ولاية البويرة التي تعتبر من أهم مناطق إنتاج البطاطا على المستوى الوطني، لنبحث عن سبب ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية. ماشي من قضيه تاع الفلاح ولا قضيه تاع حاجه، قضيه تاع بيدوغرو صاحب المرشي هكذا. صاحب المرشي هما اللي يزيدوا، البيدوغرو هما اللي يديروا، باسكو الفلاح هو راه يخدم مسكين يبيع نورمال هما يزيدوا. اللنقي راه قال لي بطاطا راها قاليه، بطاطا راها 10000 5000 راه قال لي، راه كلش قال لي. الزريعه تاع الخارج راها حتى انا 11000 راه كلش قال لي. لا كلش قال لي كي طيح الجميع ما يقدروش يخدموا كلش. بالنسبه للارتفاع تاع الاسعار هذه انا نوضح لك، هنا ديجا ما قدر بالك مده تاع شهر ما قدرناش ندخلوا المزارع تاعنا. مده شهر من المناخ من الشتاء والثلج هذه اللي طاحت، ما قدرنا مده شهر ما قدرناش ندخلوا. سوء ورداءة الأحوال الجوية لفترة طال أمدها ونقص اليد العاملة من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع أسعار منتوج البطاطا، الأمر الذي صعب من مهمة الفلاحين في عملية الجني. الفلاحه ولات صعيبه بالبزاف الظروف المناخيه هذه، ولا اللي ما عندوش مثال لي مويا يقدر نقول لك يشوف في رزقه ضايع وما عنده ما يتحرك. كون ما عندكش لي مويا ما تقدر دير والو، قادر رزقك يفسد. هذه المادة لا تباع من الفلاح إلى المستهلك مباشرة، فالوسطاء يتعمدون رفع الأسعار ومن ثمة المضاربة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بين الحين والآخر. طيب مشاهدين، لمعرفة أسباب الارتفاع في أسعار الخضر وغيرها من المنتوجات في الأسواق الجزائرية، يلتحق بنا على المباشر السيد عيسى منصور الخبير الفلاحي. صباح الخير سيدي. صباح الخير الأخت ماجدة، وصباح الخير لكل مشاهدي قناة النهار، وجمعة مباركة للجميع. شكرا لك السيد عيسى منصور. إذا نناقش موضوع ارتفاع أسعار بعض الخضر في الأسواق الجزائرية من بينها البطاطا. هل تعتقد بأنه أو الخلل موجود على مستوى شبكة التخزين وغرف التبريد، وهذا من خلال رفض إخراج المواد التي عليها الطلب للسوق، وهذا ما قد يخلق مضاربة كبيرة في الأسعار؟ شوفي مرة أخرى، يعني البطاطا يعني تهزم الحكومة التي يعني فشلت في ضبط السوق يعني والعمل على استقرار الأسعار. لقد وعد السيد وزير الفلاحة منذ ما يقارب الخمس أسابيع يعني بإغراق السوق ب10,000 طن من البطاطا المخزنة، ولكن هذا الإجراء يعني لم يكن له أي انعكاس إيجابي في أرض الواقع. فأسعار البطاطا في ارتفاع مستمر، وقد بلغت في بعض الأسواق حتى 90 دينار يعني للكيلوغرام الواحد. ومن الملاحظ أن هذه الأزمة ويعني هذا الارتفاع الجنوني لأسعار البطاطا مس جميع الولايات، يعني حتى الولايات المعروفة بإنتاج البطاطا يعني عرفت أيضا ارتفاع أسعارها على غرار الولايات المستهلكة. طيب ما هو السبب في اعتقادك سيد عيسى منصور؟ عزوف الكثير من الفلاحين ممن تكبدوا خسائر كبيرة في الموسم الماضي جراء يعني انهيار الأسعار، لأنهم لم يتلقوا أي حماية ولا أي دعم من السلطات المعنية. طيب, طيب سيد عيسى منصور، يعني مؤخرا لو نتحدث عن تصريح وزير الفلاحة، قال بأنه أو توعد كل من يملك بضاعة يتعمد فيها التكديس خلال موسم الندرة ستطبق عليه عقوبات صارمة، من بينها حجز السلع واستصدار السجل التجاري. يعني على النقيض نجد بأنه هناك عقوبات ردعية ضد كل المخالفين، لكن على أرض الواقع نجد بأنه الأسعار لا تزال هناك مضاربة كبيرة فيها، أسعار ترتفع ما بين الحين والآخر دون ذكر الأسباب المقنعة لتخلي المواطن الجزائري يقتنع لماذا ترتفع هذه الأسعار. خاصة تحدثنا عن منتوج مثلا مثل منتوج البطاطا، نجد بأن العديد من الولايات الوطنية فيها وفرة في الإنتاج، لكن على النقيض من ذلك الأسعار لا زالت في ارتفاع. شوفي، أظن أن سوق مادة البطاطا يعني قد تفشى فيه يعني المضاربون، وكذا أباطرة غرف التبريد الذين يتحكمون في السوق ويطبقون الأسعار التي يريدون يعني دون حسيب ولا رقيب. فحتى البطاطا المخزنة يعني
نظن ان البطاطا المخزنه حاليا تعرف المضاربه ولا يقل سعرها كثيرا يعني عن سعر البطاطا الطازجه يعني. ولكن ولرداءة نوعيتها يعني من جراء عدم التحكم في تقنيه التبريد، فان المستهلك يعني غالبا ما يميل الى شراء يعني البطاطا الطازجه رغم غلائها، ويعني ينقص شويه في الكميه، يعني يشتري يعني 2 كيلو ولا بدل من 5 كيلو يعني في العاده يعني. وباش تعرفي الاخت ماجده ان يعني عندما يتوفر الانتاج يعني بشكل كبير يعني كما كان عليه يعني في السنه الماضيه لا يتدخل المضاربون، لكن لمجرد يعني تراجع الانتاج يعني في فترات نهايه الجني في بعض المناطق يقوى نشاط يعني هذا البزنسيه هذه، حيث يقومون على شراء جل الكميه المتوفره يعني عند الفلاحين، ومن ثم يعني يتم المضاربه فيها، وكثيرا يعني ما تباع يعني السلعه مرتين او ثلاثه قبل ان تصل يعني الى المستهلك. والسبب يعني في هذا يعني من بين الاسباب يعني لان يعني في وقت سابق يعني كان يعني التجار يتعاملون مباشره مع الفلاحين الذين كانوا يوصلون يعني بضاعتهم بانفسهم يعني الى الاسواق، لكن الان تغير الحال لان الوسطاء هم الذين يقومون بنقل السلع من المستثمره الى السوق، وهذا ما يؤدي الى تذبذب الاسعار. طبعا، واحيانا تباع يعني قبل ان تصل الى السوق الى وسيط اخر، وهذا راجع الى يعني عدم قدره الفلاح على ايصال السلع بانفسهم يعني لعده اسباب، منها يعني نقص الامكانيات. يعني واصبح حاليا يعني الفلاح يقوم بجني منتوجه والاسراع يعني في بيعه يعني خوفا من الكساد. شكرا يعني لك السيد عيسى منصور الخبير الفلاحي على هذه التوضيحات اللي قدمتها.